مساء الخير على كل عشاق النباتات الداخلية، بين قوسين أحباب مشتل الصوب. في البداية لازم أشكر كل حبايبنا اللي بيدعموني في فيديوهاتي وبيدوني وبيكتبوا لي كومنتات إيجابية، وبشكر من كل قلبي حبيبي وصاحب عمري القبطان فتحي، صاحب أكاونت بيج فيش هانتر، اللي هو ما سابنيش في أي فيديو وكتب لي في كل فيديو بيكتب لي تعليقات إيجابية بترفع من روحي المعنوية. كل أحبابنا واصحابنا اللي بيكتبوا لي تعليقات ايجابيه، انا بصراحه بحبكم جدا جدا جدا، وانا بشكركم جدا 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 جدا. النهارده 1/9/2024، من اول الصيف واحنا عمالين نعمل اكسار 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 لنباتاتنا. والنهارده بعون الله هنفتح الصندوق الاسود وهنشوف نتيجه عملنا وتعبنا مع بعض. شوف عملنا ايه. خليكم معايا، بس قبل ما نبدا، اللي ما اشتركش في القناه ينزل حالا يشترك في القناه ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وشير عشان معلوماتنا ونباتاتنا توصل لكل حته في العالم. معاكم موسى مصار من قناه مشتل الصوبه، خليكم معانا. لما عملنا الاكسار حطينا نباتاتنا في مكان رطوبه فيه عاليه جدا جدا جدا. تعالوا معانا نبص على، انا عامل حاجه كده زي النفق. المكان ده كده، ده عباره عن مكان محكم الغلق تماما. الرطوبه اللي فيه ما بتطلعش. يلا بينا نفتح النفق مع بعض، خليكم معانا. يلا بينا مع بعض نكشف على النفق ونطلع صندوق الكنوز اللي احنا اشتغلنا فيه 3 شهور. دلوقتي بنشتغل من اول شهر 6 لحد دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا احمد، هنكشف مع بعض ونشوف نتيجة عملنا. عندنا الاجلونيما دي احنا قصينها ومجدرينها. هي شكل الورق بتاعها بيقول انها بسم الله ما شاء الله بدأت تشتغل. وعندنا الدفنباخيا الكاميلا ديت شكلها برضو بدأت تشتغل. هنشوف كل الكلام دوت مع بعض. هنطلع كل النباتات من النفق وهنشوف، هنكشف على جذورها وهنشوف ايه النباتات اللي جدرت وايه اللي ما جدرتش. طبعا كان شغلنا بفضل الله تعالى اللي احنا عقلناه السنه دي اغلبه كان في الاجلونيما، لان بصراحه الاجلونيما ديت بالنسبه لي نبات جميل جدا 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 وسهل خالص في التعقيل والقص والكلام ده كله لاخره. كويس. على فكره انا عملت لكم فيديو عن تعقيل الاجلونيما بالطريقه ديت، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت. طبعا خلينا نتفق على حاجه. انا مثلا دي السوبر ريد دي كلها اتقصت في يوم واحد، فطبعا انا مش هكشف جذور كله، انا هكشف نبات واحد هعرف الباقي عامل ازاي. ودي المونستون الورقه الرفيعه دي برضو كلها اتقصت في يوم واحد، هنعمل نفس الكلام. وده طبعا دي الكاريتي او الليبستيك، هنعمل نفس الكلام فيها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا بالسوبر ريد ونشوف اخبار الجذور بتاعتنا عامله ازاي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا الجذور يا جماعه اهي كده. النبات جدر، هو ما يتدورش في شاليه اكبر، بس كده النبات جدر معانا. ممكن كده نرفع الاضاءه بتاعته شويه كده، يبقى احنا عندنا السوبر ريد كله جاهز ان هو يطلع يتحط في اضاءه اعلى شويه. يلا بينا بقى نرجع السوبر ريد الجميله القمر اللي جدرت ديت، هنرجعها في شاليتها تاني. خلي بالنا واحنا بنرجع النبات ان احنا ما نكسرش الجذور اللي موجوده فيها. الجذور بتاعتها لسه صغيره وضعيفه، فما نضغطش على البيتموس. ان احنا لو ضغطنا على البيتموس ممكن نعرض الجذور لانها تتكسر. كده احنا عملنا انتاج بفضل ربنا علينا من السوبر ريد. طبعا هو على فكره لسه النبات ما بقاش جاهز ان هو يطلع للبيع،
مش هينفع انه يطلع للبيع الا لما يجدر ويليف الجذور بتاعته تبقى 100 فل و14. طبعا السؤال المهم اللي انا هتساله، النبات ده بقاله قد ايه علشان يجدر بالشكل دوت؟ ده بالظبط كده بقاله 30 يوم بالتمام والكمال، 30 يوم وجدر بالشكل دوت. يلا بينا نشوف بقى المونستون الورقه الرفيعه. على فكره ده النبات دوت الى حد ما صعب شويه، ده قعد معايا مده اطول من كده، يعني ده بقاله حوالي شهرين. هنشوفه دلوقتي الجذور معاه ماشيه ازاي. بس لازم نلاحظ حاجه مهمه جدا، ان في بعض اوراق للنبات وقعت واصفرت بالشكل دوت. وعلى فكره ده امر طبيعي خالص في عمليه التجدير بالعقله، ان الورقه دي تصفر، مفيش مشاكل خالص. هي في بعض النباتات، بص هنا برضو اهي في ورقه اصفرت اهي كويس، دي الحمد لله ربنا كرمها وما اصفرتش. بس في ورقه اللي هي دي هتصفر، يعني هي ماشيه في الفطور انها، يعني الحمد لله هنشوفها دي. النبات ده هنشوفه، هو ده اللي هنكشف عليه جدر ولا ما جدرش، عشان النبات ده سبحان الله الورقه بتاعته ما اصفرتش. بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. برضو اهو يا جماعه جذور اهيت، بس برضو الجذور بتاعته صغننه خالص. قرب يا احمد من الكاميرا ومش خلي الناس تشوفها. الجذور بتاعته صغننه خالص، اوعى تكسر الجذور دي. ده برضو هنرفعه شويه في الاضاءه بس مش عاليه قوي، يعني عاليه نص نص. السوبر ريد هتبقى اعلى من المونستون الرفيع. نرجعها تاني مكانها ونحافظ برضو على الجذور بتاعتها، بحيث ان الجذور بتاعتها ما تتكسرش. على فكره يا جماعه كده النبات قابل ان هو يشرب، يعني كده النبات جاهز ان هو يشرب. فعلشان كده احنا هنطلعه في اضاءه، هنرويه عادي وهنطلعه في اضاءه اعلى شويه. احنا لما بنطلعه في اضاءه اعلى شويه بنحفز النبات ان هو يطلع جذور اقوى واسرع. الاجلونيما الكاريتي تاني اسرع اجلونيما في كل انواع الاجلونيما الملونه. الاولانيه هي طبعا بلا منافس هي الليدي فالنتاين، هي اسرع نبات في تجديره، في نموه، في تحمله في الكلام ده كله. الكاريتي هي تاني اسرع نبات معانا، وانا متوقع ان شاء الله رب العالمين ان احنا، على فكره ده النبات ده التجدير بتاعه العقله بتاعته بقى لها حوالي 20 يوم مش اكتر من كده، بس انا سايبها لحد دلوقتي في الحضانه بتاعتها. وازاي نعمل الحضانه ديت انا سايب لكم الرابط بتاع الفيديو دوت في صندوق الوصف. دي هناخدها دي كمثال وهنبدا نكشف عليها. خد يا احمد، قولوا بسم الله. الجذور بتاعتها صغننه لسه 20 يوم، بص قد ايه. خد يا احمد وريها للناس. الجذور بتاعتها صغننه لسه مش قابله انها تطلع في اضاءه عاليه كده. الجذور ديت لسه مش قابله تطلع في اضاءه عاليه. هنرجعها تاني الحضانه بتاعتها بنفس الوضع. بس انا عايز اكشف على واحده تانيه. احمد هات لي واحده تانيه. على فكره برضو انا عايز اقول معلومه، النباتات زي البني ادمين بالظبط. انتوا ممكن حضرتك لو الناس اللي هي عندها توينزات، اللي مخلفه توينزات، تقول الكلام دوت، هتلاقي ولد منهم بسم الله ما شاء الله قوي قوي وبنيانه تمام، وهتلاقي واحد تاني مش قد كده. فهو النبات برضو بيبقى بنفس الوضع بنفس الشكل. عايز اكشف برضو على النبات دوت. هو ده شكله بيقول ان هو لسه، طالما الورقه مريحه كده، الورقه مريحه بالشكل دوت، يبقى هو لسه. هنكشف عليه عامه ونشوف. خلينا نشوف دي. احمد استخار اللي هي اللي شكلها باين انها لسه. بسم الله. اهو بصوا يا جماعه لسه خالص اهي، لسه خالص. عيب يا احمد، انا بقول لك مفيش ولا جدر طلع. بس برضو النبات واقف الحمد لله بفضل ربنا. ده علشان ان النبات
في رطوبه عاليه قوي. هنرجعه بقى مكانه ونحطه في الحضانه. بس انا عايز اكشف على واحد كمان. وبرده واحنا يعني لو في حاجات بروزات صغيره كده لازم نحافظ عليها. النبات اللي حضروه لي احمد انا شايفه ان هو بسم الله ما شاء الله واقف وبدا يطلع فيه نمو جديد اهو. وري احمد للناس على ما اقفل دي. بدا يطلع نمو جديد اهو. فانا بصراحه متفائل بيه قوي 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 ان هو يطلع ان شاء الله رب العالمين فيه جذور وفيه الدنيا مظبوطه معاه. هات يا احمد خد ده رجعه في نفس العين بتاعته. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. وطلع جذور بس جذور ايه خفيفه خالص اهي. ده يثبت صدق كلامنا. برضو الورقه في ورقه واقعه اهي. وده عادي جدا 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 مفيش اي مشكله من الورقه دي. بص الجذور بتاعته صغننه ازاي. والنبات على فكره بيبان عليه ان هو جدر او ما جدرش زي ما احنا شايفين زي ما احنا شفنا كده. النبات اللي هو ورقه لسه نايم ده يبقى لسه الجذور بتاعته لسه ما ظبطتش او ما طلعش جذور خالص. لانه بيعتمد على الشرب منه. هو بيشرب عن طريق الورقه ولسه ما طلعش جذور. النبات اللي بدا الورقه بتاعته تقف زي كده هو اللي بيبقى كده تمام. الجذور بتاعته بدات تطلع. رجعوا التربه بتاعته هنرجعه برده مكانه. طبعا 20 يوم مش كفايه ان انا ابدا اكشف عليه. بس هو يعني ايه برضو زي ما تقول انا الصيفيه ديت اتعشمت جامد بسبب ان الحراره شديده السنه دي والرطوبه عاليه قوي قوي قوي. فانا اتعشمت جامد ان النبات يكون شد حيله. لسه هنشوف مع بعض في حاجات تانية كتير. بس احنا لسه برضو كده لحد دلوقتي ان احنا ما عندناش حاجه جاهزه للبيع. طب من رايك نكشف عليه كمان قد ايه؟ احنا ممكن نسيبه كمان شهر يعني كده. انا مش عارف الصوت وصل لكم ولا لا. احمد بيسال نكشف عليه كمان مره المره الجايه بعد قد ايه. انا رايي ان احنا نسيب النبات كمان شهر. الشهر ده هيكون الجذور بتاعته ان شاء الله رب العالمين ظبطت على الاخر. وفي الفيديو اللي احنا عملنا فيه الكاميلا عندنا معانا مفاجأتين في منتهى الجمال. بصوا بقى يا جماعه. عندنا ده الاول دي اول مفاجأة. النبات العقله اللي احنا خدناها برضو انا سايب الفيديو في رابط الفيديو في صندوق الوصف تحت. ودي ما شاء الله هو ده العقل بتاعتنا طلعت نموات جديده. واحده انا حاططها بالعرض تقريبا على ما افتكر. واحده انا حاططها بالطول. دي اللي بالعرض اهي. دي اللي بالعرض. وهي على فكره انا مش محتاج اكشف جذورها. هي كده جدرت كويس وكده طلعت نمو جديد. يعني كل واحده ما شاء الله طلعت 2. كل واحده طلعت 2. دي مش محتاجه اكشف جذورها. دي كده على طول تطلع في اضاءه اعلى علشان اشجع القمم الناميه دي لانها تطلع وتكمل. دي كانت العقله الوسطيه بتاعه الاستاذه الكاميلا اللي احنا كانت صعبه علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. نزل ده احمد. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. برضو انا مش محتاج املشها. بصوا الجذور معلش امسكها يا احمد كويس بس اوعى التربه تفرط منك اهي. باينه الجذور اهي ما شاء الله. كده النبات يطلع في اضاءه اعلى شويه. وطبعا الورقتين الطبيعي ان احنا طبيعي جدا ان الورقه بتاعتها الورق السفلي يصفر بالشكل دوت.
كده اصبح ان الورقتين دول منظرهم وحش جدا ومش مش كويسين. برضو النبات ده لسه على فكره مش معدل البيع، على الاقل يطلع يكبر شويه وي... ويرعرع ويبقى جميل. كده الورقتين دول احنا مش عايزينهم. نبدا نقصهم. بص هنقصهم من اخر مكان يقدر يوصلوا المقص، بس لسه في البوزين دول، الحتتين دول اللي هم بتوع الورقه دول، مع الوقت هينشفوا ويقعوا لوحدهم. اول ما هينشفوا انت حضرتك هتشيلهم، هيبقوا في منتهى السهوله. طبعا انا عامل الموضوع على سكيل صغير جدا، نظرا ان نصيبتي زي ما انتم شايفينها كده صغيره. يعني ان شاء الله رب العالمين ادعوا لي ربنا يكرمنا بمكان اوسع من كده، نبدا نعمل الحاجات دي على سكيل كبير جدا جدا جدا، ونبقى احنا ان شاء الله رب العالمين موجودين منتجين في اسكندريه لانواع الاجلونيما القمر دي. لغايه هنا اكون خلصت. حبايبنا اللي وصلوا لغايه هنا هو، شكرا جدا جدا ان انتوا استحملتوني. لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك، ولو ما اشتركتش في القناه انزل حالا اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.